من تركستان الشرقية. وتركستان لعل الكثير منا لا يعلم ما هي وأين هي تركستان الشرقية وما هي قضية تركستان الشرقية. ولعله أنه الإعلام أيضا لا يركز على ذلك، سواء كان الإعلام العربي أو الإعلام العالمي الدولي لا يركز على قضية تركستان الشرقية. طبعا هناك مصالح يعني أولى تؤخذ بالاعتبار، ولا أحد يرغب بأن يزعج الصينيين في مسألة تركستان الشرقية، لكننا إخوة نرى بعض يعني المشاهد في دقائق معدودة إن شاء الله. والمظالم والمذابح الوحشية والإبادة الجماعية والضغوطات المستمرة التي لا يتصورها عقل البشر. منطقة تركستان التي تتألف سكانها من أيغور وقزاق وقرغيز وأوزبك وطاجيك كانت أرضا واحدا يسود فيها الرخاء والسعادة والطمأنينة. في هذا الحديث الطيب إن شاء الله، حتى لا نقول إن شاء الله أستاذ سراج الدين عن تركستان إن شاء الله نتحدث 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيوخ الأفاضل والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم التركستانيين نشكر للرابطة الإسلامية لاستضافتنا في هذا المؤتمر. نحن استفدنا كثيرا من العلماء الأجلاء. قبل أن نعرض عليكم هذه المأساة، مأساة المسلمين إخوانكم في تركستان الشرقية، فالصورة يمكن أبلغ تعبير عن الكلام، ولكن هناك حقائق أنا أريد أن أشرحها. أولا، هذه المنطقة منطقة إسلامية، جزء من العالم الإسلامي، ولكنها منسية منذ أكثر من 60 سنة. فهناك وجه شبه بين فلسطين وتركستان. يعني فلسطين احتلت عام 48 وتركستان احتلت 49، فارق سنة واحدة. منذ 60 سنة التركستانيون يعانون، يعني يبادون. الصين الشيوعي طبعا ما عندهم رحمة، الناس يفكرون أنهم بشر ولكنهم غير ذلك. يعني كل واحد يتذكر عام 1989 أحداث تيانأنمين، حركة الطلابية الصينية. ففي هذه الحركة في ليلة واحدة الصين الشيوعية قتلت من أفضل طلابها، طلاب الجامعات والماجستير والدكتوراه، أكثر من 5000 طالب معتصمين في الميدان بالدبابات دهسوها وانتهوا بالكامل، وهذا موثق. فما بالكم في إخواننا المسلمين؟ طبعا هذا واقع، ولكن هناك حقائق. أنا ممكن كثير من الحضور ما يعرفون أين تركستان، مساحتها، عدد المسلمين. فبدي أتطرق إلى أولا تعريف موجز عن تركستان. تركستان الشرقية هي المنطقة التي احتلتها الصين كما عرفنا وسمتها شينجيانغ. هذه باللغة الصينية الأرض الجديدة أو الأرض المكتشفة. يعني هذه أرض مغتصبة ليست صينية. فحسب الإحصائيات أو يعني مساحة تركستان 1,800,000 كيلو مربع. يعني لو نشرح أكثر، يعني أكبر من فرنسا ب3 مرات ومن فلسطين ب60 مرة. هذه أرض إسلامية، وهذه الدولة الصينية بقوتها بجبروتها باقتصادها تعتمد على ثروات المسلمين في تركستان. أكثر من 70% من الثروات الطبيعية التي جعلت الصين قوة عظمى هي من ثروات المسلمين هناك. ففي المقابل التركستانيون يعيشون في أسوأ حالة. يعني ماذا نقول؟ كان عندي فلاش مثل ما جاب أستاذ وليد فلاش، كان في وثائق صور عن المآسي الجديدة خلال أشهر أيام سنوات، لكن لم يتسنى لأن أعرض. فمع ذلك فهناك حقيقة واحدة
لابد يعلم الجميع أن تركستان الشرقية كانت دولة مستقلة وهي محتلة من قبل الصين. نحن تركستانيين نختلف عن الصين من حيث اللغة. أولا من الديانة، هم ملحدون لا يؤمنون بالإله، لكن نحن مسلمون عندنا ديانة، عندنا اعتقاد. من حيث اللغة والقومية وما إلى ذلك، فالشاهد أن هذه المنطقة خارج سور الصين العظيم. يعني الصين هي دولة محتلة وتدعي أن فيها أكثر من 56 قومية، يعني ممكن في بعض القوميات يعد بعدد الأصابع بمئات آلاف، لكن هي تدعي. لكن أكبر قومية في الصين الآن في الاحتلال الصيني هي تركستان الشرقية. عدد المسلمين أكثر من 35 مليون مسلم، يعني مضطهدون معذبون. مع ذلك الشعب التركستاني، يعني نحن نعرف الثورة العربية والتغيير، ففي الدول العربية هناك مهما كان القمع والاضطهاد، لكن عندهم كان حرية الكلام، حرية العبادة، حرية السفر. لكن إخوانكم في تركستان أكثر من 35 مليون بشر يعيشون في سجن مفتوح ومساحتها أكثر من 1,800,000 كيلو مربع. هذه مشكلة كبيرة. يعني هذه الأرض أرض إسلامية بالكامل مغتصبة، ومنافعها كلها للكفار. فيعني نحن الآن ما عندنا شيء نعارض الصين، لا عندنا قوة ولا عندنا يعني الإمكانيات المادية، ولكن نحن منذ 60 سنة حافظنا على هويتنا، حافظنا على ديننا، لكن على يعني دمائنا. فالشعب التركستاني الآن يعيش في وضع يعني ممكن نحن لو نذكر بعض القصص لا يتصور عقل البشر ولا أحد يصدق. يمكن نحن عندنا هدايا نتكلم وهذا مش ممكن، لكن الواقع بسيط. يعني قبل يمكن 20 يوم، يوم 6 ديسمبر في مدينة خوتان في تركستان اكتشف مدرسة تحفيظ القرآن، وكان فيها 12 طالب ومدرس، فاعتقلوهم كلهم. كان أعمار الطلبة بين 8 إلى 15. فالأستاذ هرب، لكن الطلاب كلهم اعتقلوا وسجنوا، وأخذ من كل طالب 10,000 يوان حتى يطلقوا سراحهم. هم أطفال ما يستطيعون يخلوا في السجون، فكل واحد دفع 10,000 يوان لأجل حفظ القرآن الكريم، والمدرس هرب. السلطات سجنوا أبوي المدرس وأخذوا منهم 22,000 يوان، يعني في حدود 6,000 دولار، لمجرد ابنه يدرس. فما زال هو هارب، وهم أطلقوا سراحهم بمبالغ طائلة. يعني بالمناسبة الشعب التركستاني 80% منهم فلاحين، والفلاح هناك دخله السنوي لا يتجاوز عن 200 يوان أو 300 يوان، يعني 50 دولار بالدولار الأمريكي سنة واحدة. كيف يستطيع أن يدفع هذه الغرامات جزاءات؟ ومع ذلك هم يحافظون. فقصة 12 طالب، فالمسلمون هناك يعني يواجهون صعوبات كثيرة وجمة وهذا. ف12 طالب، يعني كل طالب أسرته تتكفل بإيواء هؤلاء الطلبة شهر كامل. الطالب تطبخ وتغسل لهؤلاء الطلاب وهم يدرسون، ويعني في خلال سنة واحدة 12 شهر في 12 بيت يدرسون ويحفظون القرآن الكريم. ومع ذلك هذه الاعتقالات
جزاك الله خير. لا أطيل عليكم، لكن عندي كان أشياء كثيرة أنا أعددت لهذا المؤتمر يمكن 10 صفحات من الموضوع نتطرق عليه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني عرفت الموضوع، وإن شاء الله نحن نتمنى من هؤلاء الحضور الكرام والمسلمون مجرد أن يدفعوا أيديهم للدعاء أن يفرج عن هؤلاء المسلمين إن شاء الله. ونحن نحافظ على هويتنا. الصين كانت تتمنى أن نزول من الخريطة بالكامل خلال 60 سنة، ولكن نحن في الأحداث الماضية قبل سنتين 2009 كان وسائل الإعلام في كل العالم كان يعني يمكن منشدات كبيرة أن في الصين قتل 196 شخص أغلبهم صينيين والقتلة مسلمون، وكان عكس ذلك. في نفس الليلة قتلوا أكثر من 3000 شخص وأطفوا الأنوار في أورمتشي عاصمة تركستان، وحدث ما حدث. والصين يعني فنان في الإعلام الكاذب وما زال يكذب، وعندي وثائق وإن شاء الله تطلعون عليها، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. إن شاء الله نتمنى هذا الدكتور عزام تميم. هيقول للنبي هيها طيب هذا نشوف مرحبا يا مصطفى نورك الغالي أضاء رغم أنف الملحدين هديه عم البقاع يلعب تصور وقولوا معنا معلش ثانيات على يساري يقف هنا شيخنا الفاضل الأستاذ سراج الدين، جزاك الله خير وبارك الله فيك. ثم أستاذنا الكبير وشيخنا وأستاذ معلمنا الأستاذ شكيب بن مخلوف، فليتفضل. هيقول للنبي هيها طيب هذا نشوف مرحبا يا مصطفى ما بنتخلى الموت ولا المذلة وعن وطننا ما بنتخلى الموت ولا المذلة وعن وطننا ما بنتخلى بالصبر نحن بنتحلى والظالم وينه من أضواء الموت ولا المذلة عن وطننا ما بنتخلى الموت ولا المذلة عن وطننا ما بنتخلى بالصبر نحن بنتحلى تركستان هي